ملي كيبدا يسخن الحال اولا كيجي فتره ديال الربيع كيحلاو الخريجات وكيحلاو معاهم هكا شهيوات اللي كيكونوا ساهلين بساطين ينفعونا الخرجات فهكا في الويكاند اولا حتى في المنزل ديالنا. غادي نشارك معكم واحد القطيبات اللي كيجيو لذاذين خطيرين البنات مع واحد السلطه غنيه تقدموها هكا لوليداتكم اولا الضيوف ديالكم. شهيوات اللي ساهلين بساطين واكيد لذاذين. خديت هنايا صدر الديك الرومي اولا يمكن لكم تعوضوه حتى بصدر الدجاج تقطعوه مكعبات اللي يكونوا كبارين نوعا ما. كيف كتعرفوا الدجاج ولا الدجاج كيكون يعني ماشي بحال اللحم ديال البقري ولا الغنمي، يعني خاصو يكون قطع كبار باش ملي تشويوهم ما يجيوش معكم ناشفين وياخذوا الوقت ديال الطيب ديالهم. بالنسبه للتوابل والسر اللي كيعطيهم واحد البنه هو واحد البصله كبيره تكون محكوكه، واحد المعلقه كبيره ديال القزبر اليابس. انا كنوظف السندويتشات كاملين لان بالفعل كيجي لذيذ. واحد الكميه ديال المعدنوس، الملحه، التحميره، القليل من الابزار والقليل من الكمون. ما تكثروش الكمون بزاف لانه كيمرر. واحد الكميه من الحار. وهنايا عندي واحد القليل من الثوم بودره، تقريبا واحد راس المعلقه ديال الثوم بودره. هادو هما التوابل. هاد التتبيله البنات كتجي هائله وكتجي لذيذه سواء في القطيبات ديال الدجاج اولا ديال لادند اولا في القطيبات ديال البقري اولا الغرمي، بما ان حنا مقبلين على ان شاء الله العيد الكبير. هاد التتبيله هي المعتمده عندي، كتجي لذيذه وكتجي خطيره. داك البصله اللي حنا كنحكوها في الحكاكه يعني الغليظه ما تكونش رقيقه بزاف باش ما تطلقش الماء ديالها، هي اللي كتساعد داك لادند باش انه ما كيجيش ناشف. وكيشتو انا راه ما كنضيف ليه لا خل ولا حامض وما شاء الله كيجي داك الصدر فتي وكيجي كيذوب في الفم. كنضيف التوابل كلها دفعه واحده مع داك البصله مع داك الربيع وكنحركها. هنايا من الافضل انكم يعني اقل مده انكم تخليوها يعني تشرب هي واحد من ساعتين حتى 3 سوايع. الا خدمتوها بالليل وخليتوها تبات هذه تكون افضل. او الا كنتو هكا مثلا عندكم خريجه هذه تخرجوا مع الوليدات هكا للطبيعه اولا للغابه، وجدوها الصباح هكا وفي العشيه يعني مع الوقيته ديال الغدا ملي كنخرجوا نمشيو هكا للطبيعه كتكون عندنا مشرمله واجده ناضيه. كنديو معنا شويه الفاخر وكنشويهم. وكانت هذه التتبيله سهله بسيطه كتجي لذيذه وكتجي خطيره البنات. هنا كنحاول نتاكد يعني كتلقاو بعض القطع اللي كيكون لاصقه فيهم هكا التوابل كنقادهم مزيان صافي وهكا نخليه يترقد وهذه نخليه جانبا. ملي كنقرب يعني نوجد ديك القطيبات عاد كندوز باش ندير السلطه. انا هنايا خليته الصباح كامل يعني تبل على خاطرو، من بعد كنديرو في قطيبات ديال الشواء اولا في القطيبات اللي كيكونوا ديال النزهات اللي كيكونوا ديال البامبو اللي عندكم توفر. هنا انا قديتهم في القطيبات وديتهم معايا. بالنسبه للكميه اللي انا استعملت 2 كيلو ديال صدر ديك الرومي. استعملوا الكميه اللي عندكم نتوما واللي مناسبكم على حسب عدد الافراد. كنقادهم في القطيبات وغادي نخليهم جانبا ومن بعد غادي ندوز باش غادي نصوب معكم السلطه. السلطه البنات اللي هي رائعه وكتجي لذيذه وخطيره. وهاد السلطه اللي زوين فيها انكم توجدوا كل شيء مسبقا وتخليوه جانبا عاد من بعد تخلطوها. هنا خديت واحد الكميه ديال ليفيس ديال لي بات اللي بالالوان اللي كيكون فيها 3 المذاقات، سلقتها مع واحد 2 حبات ديال الخيزو اولا الجزر اللي كان مكعبات صغيره. كنضيف حبه ديال الخيار اللي كتكون عندي مقطعه رقيقه، نص حبه من الفلفله الخضراء، وحبه ديال الطماطم اللي عندي يعني كنعصرها من داك الماء ديالها وكنقطعها مكعبات صغيره تكون بالقشره ديالها. علبه ديال الذره اولا الميس، وغادي نضيف علبه ديال الطون. وهادو هما المكونات. بالنسبه للزيت ديال الطون انا هي اللي كنستعملها في لا فينيغريت ما كنرميهاش باش كتعطي واحد المذاق اللي هو زوين. كيف شفتوا هذه السلطه ديالنا كتكون غنيه لذيذه ما تشبعوش منها البنات. الطريقه اللي انا كنسلق بها لي بات هو انني كناخذ داك 2 حبات ديال الجزر كنقطعهم مكعبات كنخليهم يغليو مده واحد 5 دقائق عاد كنلوح عليهم لي بات يكملوا السلق ديالهم. هنا خديت داك الزيت ديال اللي سبق لي قلت لكم ديال العلبه ديال الطون، ضفت ليها القليل من الابزار وكنضيف ليها القليل من الخل، القليل من الملح، وغادي نضيف القليل من زيت الزيتون. يمكن لكم تعوضوها بالزيت العاديه الا كنتم ما كتفضلوهاش في السلطات، تقريبا واحد 2 معالق كبارين فقط. وكنخلطهم مع بعضياتهم. وهنا كتكون عندنا جاهزه كنخلطوها وكنصبوها على داك السلطه وكنخلطوها معها كتجي لذيذه وكتجي رائعه. بالنسبه لصلصه المايونيز انا كنخليها في الاخير يعني اللي بغاها كيضيفها، ولكن التتبيله اولا لا فينيغريت اللي انا كنخلطها مع السلطه واللي كتجي لذيذه هي هذه اللي انا كنستعمل. كنصبها فوق السلطه وكنخلطها مع بعضياتها. بالنسبه للسيدات الا كنتو غادي تخرجوا للطبيعه وغادي تحتاجوا هذه السلطه هذه ما كتخلطوش هادشي دفعه واحده، يعني كتخليو كل حاجه في علبه. ملي كتوصلوا حتى لا فينيغريت كديروها هكا في علبه صغيره ولا في قرعه حتى كتبغيو يعني تستهلكوها عاد كتخلطوها
باش هكا كتحافظ على الطراوه ديالها، لان ما تنساوش ان عندنا الخيار طري والفلفله كلهم غادي يطلقوا الماء مع الطماطم، باش هكا كنحصلوا على واحد السلطه اللي كتكون صحيه وفي نفس الوقت كتجي لذيذه وما كتجيش ميها. من بعد ما كنخلطوا مع بعضياتهم غادي نوضعهم في اطباق ديال التقديم، ومن بعد عاد غادي نزينهم هكا بصلصه المايونيز، وغادي نزينهم حتى بالقليل من البيض اللي عندي مسلوق. غادي ناخذ اطباق، انا هنا درتهم جوج ديال الاطباق اللي كانوا كبارين. درت واحد القليل من الخس اللي غسلته وقطعته طريفات صغار، مع القليل من دوائر ديال الخيار. هادشي كيبقى اختياري بالنسبه شنو عندكم متوفر. وكنصب ديك الكميه ديال السلطه على جوج، يعني جوج ديال الاطباق اللي هما كبارين، كيف يمكن لكم ديروهم في اطباق فرديه. وكناخذ البيض اللي عندي سلقته، كنقسم كل حبه على 4، وكنزين بها هكا الجوانب. ومن بعد غادي ناخذ الصلصه ديال المايونيز، وغادي نوضعها في الوجه ديال السلطه، اولا تحطوها مرافقه هكا بزليفات صغارين. اللي بغى شي حاجه كيضيف الكميه اللي هو بغى. وكانت هذه السلطه سهله بسيطه وفي نفس الوقت وانا كنقاد السلطه درت داك القطيبات كيتشواو. انا صراحه كيعجبوني يكونوا على الفخار، كيجيو لذاذين. وانتم كيبقى لكم الاختيار، ديروا شويه ديال الضو، ديروا قريه، ديروا اللي يعجبكم. المهم انكم ملي تكونوا كتشوفوهم ما تفوتوش فيهم الطياب، باش كيجيو هكا زوينين. اللون ديالهم كيجي مذهب وفي نفس الوقت ما كينشفوش معكم. كنزين هنا بالقليل من الصلصه ديال المايونيز. وكيف شفتوا يعني جوج وجبات اللي ساهلين بساطين، يساعدوكم هكا في الخريجات، في حتى هكا ملي كنكونوا في الويكاند مع وليداتنا كنبغيو نديرو شي حوايج اللي خفافين ظرافين. هنا انا راه بديت كنقلي اولا عفوا كنشوي داك القطيبات. كتشوفوا اللون ديالهم راه ما كيحتاجوش طياب بزاف. كيف كتعرفوا صدر الديك الرومي اولا صدر الدجاج راه يعني غير كديروه على النار في البلاصه كيشم داك العافيه كيطيب، ما كياخذش معنا واحد الوقت طويل. وكان هذا هو الفيديو ديالنا، خفيف ظريف ساهل، وانا متاكده ان غادي ينفعكم هكا في الخرجات. غادي نحاول ما امكن نبدا كل مره ننزل معكم حويجات اللي خفافين ساهلين بساطين ينفعوكم الوليدات هكا على مدار الاسبوع. حتى هكا ملي كنكونوا كي كتعرفوا الخرجات كيبغيو شي حاجه اللي هي بسيطه. وغادي نقطع لكم تشوفوا كي كيجي ما شاء الله لذيذ وكيجي فتي. بعض السيدات كيضيفوا العصير ديال الحامض اولا الخل باش يجيهم فتي، يعني ما يحتاجوش. هاد الطريقه راهم كيخدموا بها بزاف ديال المطاعم بنفس الطريقه وبنفس الكيفيه، لان الحامض مع المده بحال اللي كيعطيهم واحد الحموضه وكيبدل لهم المذاق. جربوهم وانا متاكده انكم غادي تعتمدوهم بهذه الطريقه هذه. كيجيو لذاذين ريحتهم ما شاء الله وهما كيتشواو، وخصوصا ملي كنكونوا في الطبيعه كتعرفوا كتكون الاجواء اللي هي مغايره على البيت. كنتمنى انه الى الاستحسان ديالكم تجربوهم بهذه الطريقه سواء السلطه او القطيبات. نتلاقاو ان شاء الله في اقتراحات قديمه وفي وصفات قديمه. بالنسبه للمبتدئات صدقوني جربوا هذه الطريقه هذه، بما اننا مقبلين على العيد الكبير ان شاء الله غادي تحتاجوهم في التتبيله ديال القطيبات ديال عيد الاضحى. نتلاقاو في وصفات قديمه والى اللقاء.